الجهه اليمنى عبد اللطيف النصير. عبد اللطيف النصير كره اخرى في العمق بحثا عن صلاح الدين السعيدي. خطا فادح في دفاع الاتحاد وجول يفتتح مجال التسجيل عن طريق وليد الكرتي عند الدقيقه 26 من عمر الشوط الاول. ها هو الشيء الذي كان قريب من الحصول وحصل لحد الان. وليد الكرتي يفتح مجال التسجيل في الدقيقه 26 من عمر هذه المباراه. بعد هذا الهدف لن نلعب ضربات الترجيح بعدما سجل فريق الوداد هدفه الاول، ولكن الامور لم تحسم بعد والمباراه لم تنتهي بعد، والاتحاد حظوظه ما تزال قائمه لان نتيجه 0-0 في لقاء الذهاب هي نتيجه طيبه للوداد، ولكنها نتيجه مفخخه لان التعادل الايجابي يسمح لي الاتحاد بالتاهل. هاي الاعاده مره ثانيه والتوغل. رغم وجود 5 لاعبين امام في ال 26 دقيقة الأولى من عمر الشوط الأول كان أفضل وأكثر إصرار. جول مرة أخرى، عيب كبير وخطأ فادح في دفاع الاتحاد. الرقابة التي كنت أتحدث عنها في الشوط الأول ما زالت مشكلة الاتحاد ومشكلة الكرة الجزائرية في الكثير من النوادي. وحده جاي من بعيد، طلع فوق الجميع يتفرجوا عليه، هو صاعد حطها في الزاوية اليسرى لمرمى محمد لامين زماموش من كرة ثابتة. الوداد يسجل جول ثاني في مباراة نصف نهائية. الرقابة التي يجب أن تكون لصيقة. يلعب ممتازة من هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه ربيع مفتاح. هاي الكرة يا ربيع، التوزيعة خطيرة. اولا لا يا اولا لا جول. جول 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 جول. هذه هي أول مرة يتلقى فيها مرمى الوداد الجول. رجعت للخلف ما زالت دقيقتين. كرة أخرى وضعية تسلل بن شرقي ويسجل جول. بن شرقي ويسجل جول. هدف ثالث في الدقيقة 92 من عمر المباراة. 3-1 صارت النتيجة. يصنع الفارق بن شرقي بثنائية. نعم بثنائية. قبل قليل كنت أقول بأن الوداد يستحق أيضا الفوز، وقبل قليل منذ انطلاقة المباراة وأنا أتحدث عن الرقابة اللصيقة. المهاجمين تاع الوداد يجدون سهولة في مراوغة اللاعبين الجزائريين وفي التوغل وفي التمرير. معليش لعبتوا مباراة كبيرة اليوم، المهم أفضل